القصة دي بدأت من 32 سنة. ست بريطانية اسمها شيريل توماس جود وقعت في حب محارب من قبيلة الماساي، ومن أجل الحب ضحت بكل حاجة واختارت تعيش معاه في أدغال أفريقيا البرية. بس يا ترى إيه التحديات اللي اضطروا يواجهوها عشان يفضلوا مع بعض؟ إيه اللي حصل لهم بعد 32 سنة؟ وبنتهم شكلها إيه دلوقتي؟ اتفرج على الفيديو كامل عشان تعرف. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك. يلا بينا نبدأ. شيريل توماس جود اتولدت وتربت في إنجلترا. في منتصف الثلاثينات من عمرها كانت عايشة حياة هادية وعادية في جزيرة ويت، وهي جزيرة صغيرة وهادية قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا. كانت بتشتغل كوافيرة ومتجوزة للمرة الثانية، وبتربي 3 أطفال صغيرين. من برا حياتها كانت باين عليها كويسة جدا، لكن من جوا شيريل كانت بتعاني جامد. هي كانت شايلة وجع صدمة الطفولة لسنين طويلة، وجع عمره ما تعالج بجد. وكمان كانت مش سعيدة في جوازها، وحاسة إنها محبوسة في حياة ما بقتش بتسعدها. وبعدين في سنة 1994 واحدة صاحبتها من كورال الكنيسة اقترحت عليها تسافر كينيا عشان تصفي ذهنها وتهرب شوية من اللي هي فيه. شيريل وافقت، وهي مش عارفة إن الرحلة دي هتغير حياتها تماماً. ركبت شيريل الطيارة، وفي الآخر وصلت لفندق بامبوري بيتش في مومباسا، واحد من أشهر الأماكن السياحية في كينيا. في ليلة من الليالي جاء مجموعة من راقصين المساي التقليديين للفندق علشان يقدموا عرض للسياح، وكان من ضمنهم محارب طويل ولافت للنظر اسمه دانيال ليكامينكو. كان طوله 6 أقدام و2 بوصة، وكان لابس اللبس التقليدي الأحمر للماساي، وكان أصغر من شيريل ب10 سنين. أول ما شافته اتأثرت جداً وما قدرتش تسيطر على مشاعرها. بعد كده اعترفت وقالت: لما شفته انبهرت بمظهره، كنت عارفة إني مش هقدر أكمل حياتي من غيره. بعد العرض دانيال قرب منها ودعاها ترقص معه. الاثنين قضوا باقي العطلة مع بعض، بيستكشفوا الساحل وبيتكلموا بالساعات، وحاسين بترابط ما كانوش متوقعينه. شيريل اكتشفت عالم عمرها ما شافته قبل كده مع دانيال. كل حاجة عن الماساي كانت مختلفة تماماً عن العالم الغربي اللي هي كانت تعرفه. هي افتكرت بعدين وقالت: هو كان أول راجل فعلاً يسمعني وأنا بتكلم، وما كانش مبهور بالحاجات المادية ولا الفلوس. بقينا ما بنفترقش خالص بعد ما تعرفنا على بعض بفترة قصيرة. بس لما الأجازة خلصت شيريل كانت قدام قرار صعب: ترجع لبيتها وجوزها وولادها، ولا تمشي ورا قلبها وتدخل المجهول. وفي الآخر اختارت دانيال. في أواخر 1994 شيريل جمعت حاجتها ورجعت كينيا. سيبت جوزها و3 أولادها وراها وانتقلت تعيش في كوخ طين مع دانيال في قرية ماساي نائية في قلب الريف الإفريقي، بعيد عن كل حاجة كانت تعرفها. حياتها الجديدة كانت مختلفة تماماً. كانت بتساعد دانيال في الطبخ والتنظيف والصيد. كانت بتنام على جلود الماعز وبتعيش على أكل بسيط زي الكرنب، والمفاجأة إنها كانت بتشرب دم البقر. وفي بريطانيا قرارها عمل جدل كبير. الجرائد وبرامج التلفزيون والتوك شو كانوا دايماً بيتكلموا عن قصتها. ناس كتير ما قدروش يفهموا إزاي ست من الطبقة المتوسطة وعندها عيلة تسيب كل حاجة وتعيش في فقر جديد مع محارب من قبيلة الماساي لسه قابلته قريب. تقريباً محدش فهم اختيارها. لمدة كام شهر شيريل حاولت تتأقلم مع طريقة حياة الماساي التقليدية، بس الظروف القاسية بسرعة بقت مرهقة وأثرت على صحتها. في سنة 1995 هي ودانيال قرروا يرجعوا لإنجلترا ويستقروا في جزيرة وايت. وفي نفس السنة دي في يوم عيد الحب اتجوزوا في مكتب السجل المدني في نيوبورت. الاثنين لبسوا ملابس الماساي التقليدية أثناء الحفل، ومرة تانية فرحهم تصدر عناوين الأخبار في كل البلد. بس مش كل الناس صدقوا إنه قصة حبهم كانت حقيقية. السلطات البريطانية كانت شديدة الشك. وزارة الداخلية شكت إن الجواز ممكن يكون اتعمل علشان يساعد دانيال ياخد الجنسية البريطانية، فعشان كده تم ترحيله بعد ما انتهت تأشيرة السياحة بتاعته. الزوجين قضوا السنتين اللي بعد كده بيحاربوا علشان يثبتوا إنه علاقتهم حقيقية. في ديسمبر 1995 وزارة الداخلية أخيراً أدته تأشيرة مشروطة لمدة 12 شهر.
بعد ما كسبوا المعركة القانونية استقروا في حياتهم الزوجية مع 3 من أولاد شيريل من جوازها اللي فات. وبعدين في 1998 جالهم بنت مع بعض وسموها ميتسي. والفترة قصيرة كان باين إن الحياة اللي شيريل ضحت بكل حاجة عشانها أخيراً بتتجمع وبتتزبط. بس السعادة ما استمرتش. دانيال اللي كان زمان محارب سعيد ومرتاح بالحاجات البسيطة في الحياة بدأ يبقى مهووس بالحاجات المادية. كان عايز بيت أكبر، هدوم ماركات، والأهم من كده فلوس يبعتها لعيلته في كينيا. التغيير في تصرفاته أثر جامد على شيريل. بدأت تشك في نواياه الحقيقية وفضلت تتساءل إذا كان فعلا حبها من الأول ولا لا. بعد كده اعترفت وقالت أنا شكيت إذا كان بيحبني فعلا، وحسيت إنه استغلني كمصدر رزق للهروب من حياته في كينيا. أول ما وصل المملكة المتحدة كل حاجة بقت بتدور حواليه وحوالي اللي هو عايزه، وكان دايما عايز أكتر وأكتر. اللحظات الوحيدة اللي كان دانيال باين عليه السعادة فعلا زي ما هي فكرة كانت لما كان بيرقص رقصاته التقليدية بتاعة المساي في الجنينة. حتى بعد ما أدركت إنها ممكن تكون غلطت، شيريل فضلت بتحاول تخلي الجوازة تنجح. جزء منها كان عايز يثبت للكل إن قرارها كان صح. لكن مع الوقت الاختلافات الثقافية، البعد العاطفي والخناقات المستمرة دمرت العلاقة واحدة واحدة. في سنة 1999 بعد 4 سنين بس من الجواز شيريل ودانيال اتطلقوا. بعد كده شيريل اعترفت بصراحة إن اختياراتها أثرت جامد على أولادها، وده كان أكبر ندم في حياتها. وقالت بحزن أنا عملت غلطة كبيرة، اللي عملته كان غلط جدا وعندي ندم كتير، خصوصاً على الألم اللي سببته لأولادي. إنه يكون عندهم أب من محاربي الماساي ما كانش سهل عليهم. دانيال حاول على قد ما يقدر، بس عمره ما قدر يفهم الحياة الغربية بالكامل أو يكون الأب اللي كانوا محتاجينه. النهاردة شيريل عندها 65 سنة وعايشة حياة هادية، وخاصة في قرية ساحلية في سومرست بعيداً عن أنظار الناس. هي ما بقتش على أي تواصل مع دانيال. اتجوزت 3 مرات في حياتها وبتقول إنها مش ناوية تتجوز تاني أبداً. بس رغم كل حاجة في حاجة واحدة من علاقتها مع دانيال عمرها ما حتغيرها: بنتها ميستي. شيريل وصفتها إنها الحاجة الوحيدة الكويسة اللي طلعت بيها من علاقتها مع دانيال. وعلى الرغم من الظروف المعقدة اللي مرت بيها في طفولتها، ميستي كبرت وبقت شابة مميزة فعلاً. النهاردة عندها 28 سنة. علاقتها قريبة ودافية مع والدها ووالدتها. كتير بتنزل صور مع والدها دانيال اللي فضل في المملكة المتحدة بعد الطلاق واشتغل بعد كده في سوبر ماركت. هي كمان قريبة جدا من والدتها وإخواتها غير الأشقاء. في الحقيقة هي حتى اختارت تكون وصيفة عروسة في فرح أختها غير الشقيقة. لحظة جميلة بتبين قد إيه الروابط العائلية دي فضلت قوية رغم كل حاجة. من الصور اللي ميستي بتنزلها على إنستغرام باين إنها بتحب السفر وبتحب تعيش تجارب فيها مغامرة. بس مش معروف للعامة إذا كانت زارت قبل كده قبيلة والدها الماساي في كينيا أو قابلت قرايبها هناك. كانت قصة حب مجنونة بين 2 من عالمين مختلفين. شيريل ودانيال كان ممكن يكونوا سعداء، بس يمكن الفجوة بين عوالمهم كانت واسعة قوي. انتي شايفة إنه شيريل عملت الصح لما تبعت قلبها وسافرت كينيا من سنين؟ شاركي رأيك في التعليقات تحت. وكده نكون خلصنا. لو عجبك الفيديو وعايزة تشوفي حاجات زيه اتأكدي إنك تعملي لايك تحت تقديراً. ولو لسه مشتركتيش فعلاً لازم تشتركي. اشتركي في قناتي وفعلي جرس التنبيهات عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله كل أسبوع. أشوفك في الفيديو الجاي.